السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك يا صديقي في فيديو جديد. النهاردة إن شاء الله هنبدأ نعمل ال API الخاص باللوج أوت. بدون كلام كتير يلا بينا. تعال نخش كده على VS كود ونقول بسم الله. دلوقتي إيه فكرة عمل التوكن؟ يعني قصدي إيه فكرة عمل لوج أوت؟ تشتغل إزاي طيب أو أعملها إزاي؟ بص، لوج أوت بتتعمل بإننا بنخزن التوكن في مكان وبعد كده بنحذفه في اللوج أوت. يعني ايه وليه اصلا بتعمل الكلام ده؟ طب ما تخزنوش احسن اصلا. بص، دلوقتي التوكن ده بنخزنه مثلا في مكان وليكن الكوكي. تمام، بنخزنه في الكوكي. اول ما يسجل دخول او يعمل انشاء حساب. تمام، فبنكريت له التوكن زي ما انت شايف كده وبنبعته في ريسبونس وكمان بنخزنه في الكوكي. كلام زي الفل. اول ما المستخدم يعمل خروج بنحذف بقى التوكن ده من الكوكي. تمام، يعني برضو كده واحدة واحدة. طول ما التوكن موجود في الكوكي فالمستخدم مسجل دخول في الموقع. أول ما يتشال من الكوكي فهو كده إيه عمل تسجيل خروج. تعالى كده واحدة واحدة برضو ونكتب الكود عشان تفهم أكتر. دلوقتي احنا محتاجين نستخدم مكتبة الأول عشان نستخدم الكوكي. مكتبة إيه؟ مكتبة في NPM اسمها كوكي بارسر. فنقول له NPM install كوكي داش بارسر. اضغط انتر. تمام كده نزل معانا، نعمل لها كلير. نعمل تمنا كلير يعني مش الأداة. اكتب بقى هنا import كوكي بارسر زي الفل. بص بقى، كوكي بارسر ديت أصلا المفروض نستخدمها الأول كميدل وير. يعني إيه ميدل وير؟ يعني زي ما أنت شايف هنا إكسبريس كنا مستخدمين الجيسون عشان نبعت الجيسون أصلا في الريسبونس. فكنا بنستخدم إيه؟ بنستخدمها كميدل وير كده عشان نعرف نستخدم الجيسون دي هنا. تمام، فنكتب هنا إيه؟ نكتب app دوت يوز كوكي بارسر والقوسين بتوعها زي الفل. دلوقتي احنا جاهزين ايه نستخدم الكوكي. هنستخدمها فين؟ منطقيا كده بعد ما نكريت التوكن هنستخدمها تحتها عشان احنا دلوقتي محتاجين نخزن التوكن اصلا. فهنيجي هنا كده ونقول له محتاجين نستخدم الكوكي. بص بقى هنكتب ايه؟ هنكتب ريسبونس دوت كوكي. لا اثبت عندك بقى ويل ريسبونس دوت كوكي. انت مش قلت ما ينفعش نبعت اتنين ريسبونس في اند بوينت واحده؟ يعني هو بيجيب لك ريكوست واحد المفروض ترد له بريسبونس واحد. يعني امال ايه اللي انت عامله ده؟ ريسبونس وده كمان ريسبونس، مش المفروض هيجيب ايرور كده؟ لا مش هيجيب ايرور. ليه مش هيجيب ايرور؟ علشان هنا اصلا انا ببعت ريسبونس واحد. يا عم ريسبونس واحد ايه؟ ما توحد الله، امال مين ده؟ انت هتكدبني؟ لا، انت صح، بس هنا برضه انا ببعت ريسبونس واحد. هنا ده ريسبونس مش ده. انا هنا بستخدم الكوكي. تمام، انا هنا بستخدم الكوكي مش ببعت ريسبونس. ببعت ريسبونس في المكان ده لما بتكتب ستيتس 201 وجيسون وكده فانت كده بتبعت ريسبونس. تمام، لكن هنا انا ببعت كوكي، قصدي انا هنا بستخدم الكوكي. تمام، تعال بقى نشوف ايه الكوكي دي بتستقبل منين ايه اصلا. اقفل القوسين كده وافتحهم تاني. هنا بيقول لك اول حاجه بيستقبل منك النيم عباره عن string زي الفل. فهنا نقول له النيم بتاعه هيبقى اسمه مثلا توكي. طبعا تقدر تكتب الاسم اللي انت عايزه، ان شاء الله تكتب حماده، بس يعني يفضل تخلي الاسم بيعبر عن الحاجه زي الفل. تاني حاجه معانا وهي الفال او الفاليو. فاليو بتاع القيمه دي اللي هو طبعا التوكي. نبعت لها هنا كده. تالت حاجه بقى وهي ديت حاجه اوبشنز. تعالى هنا كده نقول لك اوبشنز. تعالى بقى نشوف ايه الحاجات اللي جوه. بص طبعا احنا هناخد النهارده ثلاث حاجات، وهو اول حاجه حاجه اسمها HTTP only. دي بتعمل ايه بقى؟ دي بتمنع وصول الجافا سكريبت للكوكي من المتصفح. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لما تيجي مثلا في المتصفح وتقول له مثلا كوكي جيت التوكن، مثلا انك عايز تجيت التوكن، فده هيمنعك. لما تبقى ترو كده هيمنعك. ليه هيمنعك؟ هيقول لك يا باشا لا ما ينفعش تعمل كده. طب ليه اصلا حاجه زي كده موجوده؟ لان في ثغره اسمها XSS. يعني تعالى هنا كده نكتبها. ثغرة اسمها XSS لو عايز تبحث عنها بعد الفيديو. استخدم ببساطة انه بيجت الكوكي. يعني يشوف بقى البيانات اللي جوه الكوكي، سواء بقى مخزن بقى اسم المستخدم، مخزن اي حاجة، التوكن مثلا. فهو بيجت البيانات من الكوكي. بس انت لما بتعملها بترو فانت بتمنع وصول الجافا سكريبت من المتصفح للكوكي. تمام، فدي طول ما هي ترو كده فانت بتمنع الوصول، لكن لو خليتها فولس فانت كده يا باشا الجافا سكريبت تعرف توصل للكوكي من المتصفح عادي. فطبعا خلته زي الفل. ايه تاني؟ عندنا حاجه كمان اسمها سكيور.
secure دي بتعمل ايه؟ دي ببساطة عبارة عن true false. true يعني هتستقبل منك البروتوكول HTTPS. يعني ايه؟ يعني secure يعني آمن، من الآخر كده آمن بيستخدم HTTPS. طب انت لو مش عايزه آمن، عايز يستخدم مثلا HTTP بس، يبقى هنا تخليها false. طبعا احنا اصلا في الديفلوبمنت، فطبعا استخدامها كفولس ان احنا اصلا شغالين على لوكال هوست، تمام. فزي الفل، فدوت هتبقى ايه لوكال هوست زي ما انت شايف كده. تمام، هنا اعمل لي بس اقامه كده الاول، ننزل لي خطوه تحت. عندنا حاجه كمان وهي الماكس ايج. دي ايه بقى؟ الماكس ايج هنا ديت بتقول لك الصلاحيه او المده اللي هتقعدها الداتا ديت في الكوكي. يعني هنا مثلا بقول له التوكن هيقعد قد ايه في الكوكي ويتحذف. هنا مثلا بقول له يقعد مثلا يوم، هو كده كده اصلا ان احنا بنعمل التوكن بيعمل اكسباير بعد يوم، فهنا مثلا نقول له يوم. طبعا الماكس ايج بتستقبل منك قيمه بالملي سكند. يعني لو عايز تكتب يوم فتقول له 24 في 24 ديت اللي هي الساعه، 24 ساعه في اليوم، في 60 دقيقه، في 60 ثانيه، في 1000. ايه بقى الالف ديت؟ الالف دي اللي هي بتاعت الملي سكند. يعني كل 1000 من ديت بثانيه واحده بس. تمام، فانت بتضرب ثانيه في الرقم ده. زي الفل. كده احنا خلصنا الكوكي. طبعا دولت الثلاث حاجات اللي انا قلت لك عليهم. كده احنا عملنا الكوكي، عملنا كده كوكي وخلصناه والدنيا جميله. تمام. طبعا احنا عملناه فين؟ عملناه في الريجستر. عايزين بقى نعمله فين؟ عايزين نعمله في اللوجن كمان. فناخد ده كوبي كده ونضيفه على طول في اللوجن في المكان ده كده. زي الفل. تعالى بقى ايه، عايزين بقى نتست الكلام ده، شوف هيشتغل ولا مش هيشتغل. تعالى بس نعمل npm run dev الاول. تمام، مفيش اخطاء. اعمل خش على بوست مان كده واعمل نيو HTTP. خليه ده بوست وقول له هنا هات الاول. تمام مظبوط. والبادي تعالى هنا وهنا كده. هنا بقى نقول له ايميل. طبعا عايزين ايميل، فنروح للداتابيز. تعالى كده خش نعمل كونكت ونخش على اي كوميرس ويوزرز. عايزين بني ادم من هنا بقى. بص، مشكلة انا مش فاكر ولا باسورد اصلا فيهم. فتعالى بالحب بقى كده، هات لي دوت كوبي كده وايه وضيفه هنا. طبعا الباسورد وتقريبا يعني كنا بنكتب من 1 ل8. فايه الله تصبر، بس اعمل سند. يوزر نوت كاونت، ايه الباسورد غلط. طب من 1 ل9 طيب. غلط برضو. طب تعالى حد هات اخر واحد كده. خليه من 1 ل8. اعمل سند. زي الفل. هنا بعت لك قال لك سكسس والتوكن اتبعت هنا اهو. خد بالك بقى من حاجه، الكوكي في جلسه كوكي اتفتحت هنا اهي. زي ما انت شايف كده. بقول لك هنا في توكن، النيم بتاعه اسمه توكن، دي الفاليو بتاعته، الدومين لوكال هوست. تمام. هنا بيقول لك ال HTTP only بترو. تمام، اللي احنا عملناه، والسكيور برضو فولس، الداتا اللي احنا خزناها. زي الفل كده. احنا عملنا ايه؟ عملنا فتحنا جلسه كوكي اهوت زي ما انت شايف. زي الفل. اعمل زوم اوت كده. عايزين بقى نجرب الريجستر، شوف هيشتغل ولا لا. هنقول هنا ريجستر. هنا طبعا محتاج نيم وليكن عمر، وايج خلي 100. وايه تاني؟ وعايزين كمان الجندر، صح؟ ايوه جندر عبارة عن ميل. تمام كده. تعالى بس نتأكد بس ان الفاليديشن بتاع الايدج بس كان كام. طول الايدج لو بقى اصغر من 12 فانت ايه هتطلع لي الكلام ده. طبعا في مشكلة هنا، احنا محتاجين نقول له كمان اند. اللي انا كاتبه ده اكتب اند لو الايدج اكبر من 100. ما مش منطقي يعني هتبعت لحد 1000 سنة مثلا يعني. فاقول له ايه برضو يعني. وانت هنا نقول له and less than 100 مثلا. طبعا ما تركزش في الانجليزي، فركز في الكود بس. ماشي سيف. وتعالى هنا اقول له ايه، خليه مثلا يا عم بلاش 100، خليه 99. تمام، اعمل سند بقى كده.
بقى خد بالك من حاجه، الايميل دوت موجود، الايميل ده انا هكون عامله في اللوجن، فغيره. يعني اكتب اي حاجه كده، اعمل سند زي الفل. هنا بيقول لك هو ما بيقول لك النيم هنا قليل، عمر مثلا، عمر كمان، اعمل سند كاريت اهوت، والدنيا زي الفل، وبعد التوكن. وخد بالك ان في كوكي برضو اتفتحت هنا. كلام جميل وزي الفل. بص بقى، هنا دلوقتي لما جينا كريتنا بعت لنا يا باشا البيانات دي كلها، بعت لنا الباسورد. قلنا طبعا الكلام ده غلط، مش عايزين نبعت الباسورد. فتعال نهندل الحته دي بالمره. الحته دي هتبقى ببساطه، يعني هتقول له هنا اليوزر، قول له هنا محتاجين النيم اللي هو يوزر نيم، يوزر نيم، ومحتاجين برضو الايميل، يوزر دوت ايميل، ومحتاجين كمان الايج يوزر دوت ايج، والاخيرا الجندر. ماشي، هنا يوزر دوت جندر. تمام كده، ونسيف ونعمل ايه. تعال نغير اي حاجه هنا، خلي الاسم زي ما هو، خلي ده زي ما هو، غير بس الايميل. تعال لو بلاحظ بقى ان الباسورد مبعوت والاي دي والحاجات دي. بص احنا عايزين نبعت الاي دي كمان، هنيجي هنا نقول له الاي دي، نقول اندرسكور اي دي، يوزر دوت اندرسكور اي دي. طبعا اعمل لي كوما هنا، سيف، واستنى كده. تمام، اعمل بقى سند زي الفل. هنا بقى رجع لك ايه، الاي دي والنيم والايميل والايدج والجندر. هنا طبعا ما رجعش الباسورد. زي الفل كده، تمام وزي الفل. حاجه كمان ممكن نعملها، بص هنا عايزين نستخدم، بدل ما بنستخدم هنا البيكريبت السync، لا احنا محتاجين هنا نستخدم الاويت. تمام، هنا نستخدم شيل دي سينك كده، نستخدم اويت. احنا قلنا اصلا في الفيديو وقتها ان احنا ايه، في الهاش والهاش سينك، وبرده من كل حاجه السينك بتاعتها. تمام، فاحنا هنا نستخدم بايه برده اويت. نعمل اويت. تمام، كنا عاملين كمان الكلام ده في اللوجن تقريبا، كنا بنعمل كومبير او كومبير سينك اهوت. فاعمل ايه هنا برده اويت. سيء. طب اشمعنى طيب، يعني ليه بتعمل حاجه زي كده؟ بص هنا دلوقتي بيعمل سينك، بيعمل سينك من عند بيكريبت من جوه. تمام، فالتوقيف اصلا بيقف من عند بيكريبت مش من عندنا احنا. فلا احنا عايزين احنا اللي نبقى متحكمين، وبرده عشان البرفورمانس. تمام، عشان الكود برده يتقرا براحته ويشتغل عادي زي ما النوت جي اس عايز، عشان هو بس ما يمنعنيش من جوه البيكريبت نفسها انه يوقف لي الكود. لا يا باشا، انا اوقفه من عندنا. زي الفل كده. شكرا بقى، احنا كده ايه خلصنا اللوج اوت. طبعا انا ما جربناش اللوج اوت، صح، احنا ما عملناش اصلا كود اللوج اوت. تمام، دلوقتي محتاجين نعمل ايه، محتاجين نعمل الجزء بتاع اللوج اوت بقى. هنقول له هنا ايه، هنقول له اب دوت بوست، هنا اوس داش لوج اوت، ونقول له ريكويست وريسبونس. نقول له يا باشا ايه، دلوقتي هنعمل حاجة لطيفة ظريفة جدا. ايه بقى، هنقول له ريسبونس دوت كلير، اللي انا كاتبه ده كلير كوكي. تمام، دي بتستقبل منك ايه، بتستقبل منك السترينج زي ما انت شايف، النيم بتاعك، النيم بتاعنا طبعا وهو التوكن. تمام، زي الفل، ده الاسم اللي فوق كده اللي هنا ده. هنا دلوقتي بيعمل ايه، هنا بيعمل كلير للتوكن. وطبعا احنا هنا زي ما قلت لك، هنا مش بنرجع ريسبونس، هنا بنعمل نستخدم الكوكي. هنا كنا بنستخدم من ست الكوكي، وهنا بنعمل كلير للكوكي. فهنا عايزين نعمل ايه، نرجع ريسبونس، نقول له اللي ايه، انك عملت لوج اوت بشكل صحيح. فنقول له ريسبونس دوت ستاتس 200 دوت جيسون، نقول له سكسس بترو، وكمان مسج مثلا لوج اوت سكسسفولي. نسيف، وتعالى ايه، هات كده الاند بوينت ديت، تعالى هنا كده وحطها هنا كده. طبعا شيل السلاش ديت. طبعا احنا مش هنبعت اي حاجه. تمام، خد بالك ان في كوكي مفتوحه. تمام، احنا اول ما نعمل سند كده الكوكي دي هتتقفل. نعمل سند
قال لك هنا بترو ولوج اوت سكسسفولي، والكوكي اتشالت زي ما انت شايف. زي الفل كده، احنا تمام والدنيا جميلة وخلصنا. محتاجين بقى نخش على نوشن بقى. واخيرا خلصنا جزء الاوس. تمام كده احنا خلصنا اول جزء دوت. المفروض بقى نخش ايه على الجزء اللي بعده، واللي هو اليوزر اي بي ايز باذن الله. وبس يا صديقي، كده يبقى خلصنا فيديو النهارده. ان شاء الله اشوفك فيديو جديد، وسلام.